السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم واحد السر ديال الجلال، ديال مثلا شي واحد ما عندوش جهد باش يجري جوج جلال، غير جلابه وحده تخرج منها جوج جلال. غادي تقولوا لي كيفاش؟ احنا نشرح لكم ان شاء الله. بحال هاد الجلابه هذه فصلتها، هذا العمل ديال يدي والتفكير ديال راسي، قلت نشاركها معكم ان شاء الله تستافدوا منها. المهم انا دابا غادي تشوفوا معايا هاد الجلابه هذه، غتقولوا دو بياس، ها هي تحت ديالها غتقولوا دو بياس، ما يمكنش. المهم فاش كتلبسيها راه كتبان دو بياس نيت. ها انت هي، ها انت تقولوا دو بياس، ولكن انا غنوري لكم السر ان شاء الله. تمنيت المهم نقلب معكم الجلابه. هذا السر زوين حتى بالنسبه للخياطات وشي واحد بغى يصايب شي حاجه غير شي شايط بحال هكا بنادم ما يخرج منها دو بياس. هي هذاك الطريف، دابا الطريف شاط ودرتو هنايا ولصقتو في الرانده هنايا. كنزرب، تمنيت تفهموني كيفاش كان. هما ثلاثه المهم هذا هو القفطان التحتاني. نوريكم جلابه اخرى. بالنسبه لهاد الجلابه هذه نفس الخدمه، غتقولوا حتى هي جوج قفاط ماشي جوج قفاط ان شاء الله، انما حتى هي نفس العمل. هي كتبان بحال دو بياس، تبان دو بياس حتى هي. نتوما شوف، ولكن هي ماشي دو بياس. نقلب معكم باش تستافدوا اكثر. دابا هاد الطريف شايط من القفطان قطعته بهالطريقه هذه، خدمته بالرانده ولصقته وشويه من هنايا، يعني هنا شو تبتها بالخيط بالابره، بالابره يعني بلي تبتو هنا شويه هنايا شويه هنايا. لقيتي لقى بنادم يزيد واحد شويه هنايا صافي، هي وهي مثبته مزيان. خلاص من هنايا